عم باباك يقول لك 45 44 36 نبيعوا لك، هات لي 36 نبيعوا لك، كبشوا العيد، هات 36 نبيع لك ولد، هذا ب 4 ملايين 38، ها كبش يقول لك 6 ملايين، ها ب 4 ملايين، يوكل عرش مش فاميليا 6 ونص، 6 ملايين و500. واحنا لازم يشوفونا براسهم نحطوا المال، احنا ثاني كانوا لازم يدعمونا، هم الكوار هذوك يروحوا يقلبوا، احنا العام 12 وين نروحوا؟ لازم يشوفونا، يجوا لهنا يراقبوا في الحراش، يشوفوا شحال كاين من واحد هنا راه يبيع ويشري، عطيني الريس كوميرس نقبلوا. بحث في فائدة المشترين. ففي أسواق الماشية 3 أسابيع قبل عيد الأضحى حضرت الأضاحي وغاب المشتري. الجزائريون غيبتهم الأسباب المادية التي تعود إلى تزامن عيد الأضحى مع الدخول المدرسي الذي يتطلب بدوره ميزانية ضخمة هو الآخر، وأسباب نفسية، فالبعض اعتاد على شراء أضحيته أياما قليلة فقط قبل موعد عيد الأضحى، وهو الأمر الذي دائما ما يشعل الأسعار في سوق الماشية، خاصة وأن الأسعار هذه الأيام لا زالت في المتناول. طبعا الزباين يخلي لك يبقى يومين للعيد يجوا يتجاراو كاع، اللي كان يبيع الخروج ب 4 ملايين نبيعوا ب 53، على ما يشريش في وقت اللي رانا دوك عنده للساع وراه دوك نبيع لك ب 4 ملايين، بصح كي نشوف الغاشي جاي عندي انا كاين تجار، بعض التجار يبروفيتاج، هذا ماهوش من اهل المؤمن. الشعب الجزائري من استطاع راه يعيد يقدر يجي دوكا، السومه مفيده. بنأكد هذه تاع الاسعار تاع المواشر راهي في متناول الجميع، راه اللي كيما نقولوا الخروف تاع العام اللي فات اللي كان يدير 4.5، العام هذا راه ب 35، هذه يعني رسميه يعني مش. والسواق منا ومنا راه حابس السوق، الناس الشعب الجزائري الله يعلم دخلت فيها موقع، واحد ما يحب يشري، هاك تشوف ما كاش مشتري قاعد لا في الحراش لا في بوقطب لا في مشريه، البارح صحابي راحوا للسوقر مشتري ما كاش، زي لحقوا العيد والدخلات يعني يكون ما يلحقش. الأسعار المتداولة حاليا في سوق الماشية من المرجح أن تنخفض أكثر في حال تواصل عزوف الجزائريين عن هذه الأسواق، باعتبار أن الموال سيجد نفسه مجبرا على البيع بأي ثمن. والله لا بقات 10 أيام ولا سمانة وما تباعش، الموالى يخرجوا مالهم باش ما يخسروش الدراهم كما يقولوا هكذا، وإن شاء الله حنا نطلبوا ربي تبقى هكذا حتى السمانه الاخرى، واش المواطن يلحق باش يشري الخروف تاعو ويتقبل بها ربي سبحانه عز وجل. كما أجمع تجار الماشية على ضرورة المراقبة الميدانية لمصالح وزارة الفلاحة للأسواق الفوضوية المنتشرة في مختلف أحياء البلاد، والتي لا تخضع لا للمعايير المادية ولا الصحية، ووجدت في غياب أعين الرقابة بيئة ملائمة للتكاثر وتهديد صحة الجزائريين وجيوبهم.